السلام عليكم، مرحبا بكم المشاهدين ديالنا مشاهدي قناة صعد لايف، القناة اللي كتحدث بالدارجة المغربية وهي القناة الثانية تابعة لقناة سعد التقنية الأولى. الفيديو ديال هذا اليوم الإخوان غادي نحاول أنني نطرح عليكم جوج ديال التعليقات، جوج ديال لي كومونتير اللي جاوني طيلة هاد السيمانة اللي فاتت. الكومونتير الأول هو ديال هاد الشخص هذا اللي تيقول على أنه الفيسبوك واتش ما بقاش عنده في التلفازة ديال سامسونج. والشخص الثاني قال لك على انه فيسبوك واتش ما بقاش عنده في ال جي. يعني هادو جوج ديال التلفزيونات، جوج ديال الانظمه مختلفين، مما كيعني انه كاينه شي حاجه او كاين شي اشكال. ملي كنحاولوا اننا ندخلوا نقلبوا نشوفوا شنو هو السبب وراء هذا الاختفاء، تلقاو على انه هذه الخدمه اللي صدراتها يعني شركه فيسبوك يعني سنه 2017 كان الهدف منها هو انها تخليك انك تتفرج في الفيديوهات والبثوث المباشره وتشوف جميع المقاطع ديال المشاهير واي حاجه مرتبطه بالفيسبوك في هذا التطبيق. لكن بعد ما شافت راسها انها امام واحد المنافسه كبيره يعني كونتر نتفليكس وبرايم فيديو وغيرها من هاد لي بلاتفورم ويوتيوب وزيد وزيد، لقات راسها على انه ما عندهاش ذاك الاقبال اللي كانت كتنتظر، وبالتالي فاي حاجه ما كتصدقش او ما كتمشاش فكيحاولوا انهم يسحبوها باش انهم يحاولوا يقلبوا على البدائل. فالناس دابا اللي عندهم هاد الانواع ديال التلفزيونات ولا تلفزيونات كيتوفروا على سيرتيفيكا يعني اوفيسيال وما بقاوش لقاو هاد الفيسبوك واتش، كنبشركم انه الامر هو جاي من السورس وهذا هو السبب. كيفاش اننا غادي نخدموا الفيسبوك في التلفزيون؟ عندك جوج ديال الطرق، يا اما غتخدم بالفيسبوك ويب، يا اما غادي تعود تطلق البث من الفيديو اللي كتشوف في الفيسبوك للتلفازه ديريكت. كيفاش؟ تابع معايا الفيديو. بالنسبه لهذه الطريقه الثانيه ففي حاله الا كنتي غادي تعتمدها فبطبيعه الحال خاصك تكون داخل الفيسبوك فيديو ولا واتش فيديو يعني من الهاتف ديالك من خلال التطبيق، وتمشي مثلا لشي باج على سبيل المثال فيها دي فيديو انت تتفرج فيهم. الحاله الثانيه اللي ممكن اننا نعتمدوا هي انه هذا الفيديو خاصنا نديروه بلان ايكرون، يعني خاصنا نحاولوا اننا نكبروه بهذه الطريقه هذه ونمشيو لثلاثه ديال النقاط اللي كاينين الفوق وتدير كاست فيديو. هاد النقطة اللي هي مهمة وبغيت نشير لها يعني من خلال هذا الفيديو هو أنه في حالة من طلع لك الاسم ديال التلفازة ولا الماتيريال اللي هو مكونيكتي بنفس الريزو لوكال اللي مكونيكتي من التليفون اللي داخل فيه الفيسبوك، فهذا تعني أن الماتيريال راه ما غتلقاش معاه مشكل. ولكن الا وقع لك هذا المشكل اللي انا وقع لي انه الديفايس ما عطاتش او ما تكونيكتاتش او ما تقراتش، فهذا تعني انه هذاك الجهاز اللي عندي ما تيقبلش هذه الميزه ديال الكاست. يعني في اليوتيوب ما غتلقاش معاه مشكل لانه اصلا كاين تطبيق ديال اليوتيوب في التلفازه، لكن فيسبوك بعد ما بقاش فيسبوك واتش فمن طبيعي جدا انه ما غاديش يقبل لك هذه القضيه اللي هي فقط حصرا على بعض التلفزيونات. وهذه الامكانيه ديال بث مقاطع من فيسبوك للجهاز فكيف ما تم الاشاره في الصفحه ديال المساعده ديال ميتا فيسبوك انه تيقول لك بشكل مباشر انه الميزه متطابقه مع الابل تي في، كروم كاست، سامسونج تي في، والامازون فاير تي في، والاندرويد تي في. في حاله ما الا كانت هذه الامكانيه ديال البث يعني مدمجه مع الجهاز، وبطبيعه الحال خصو يكون متصل بنفس شبكه الواي فاي. وهنا كنكتشفوا على انه هذه الميزه هذه فهي ما متاحاش على الاصدارات القديمه او الانظمه الغير محدثه. اما الاصدارات الجديده من طبيعه الحال ديال هذه الاجهزه المذكوره فبطبيعه الحال غادي تكون فيها هذه الميزه بشكل تلقائي وعفوي بلا ما دير حتى شي خطوه. اذا الاخوان فكنتمنى من صديق القلب كنت توفقت معكم في هذا الفيديو. تهلاو في ريوسكم.